مرحبا شباب. اليوم عنا حلقة جديدة من دمسكينو، وأخيرا وبعد طول انتظار لنهاية الحرب بين أمريكا وإيران، وأخيرا صار هدنة وخلصت الحرب وبدهم يعملوا اتفاقية. بس يا ترى مين انتصر بالحرب؟ إيران تلعب بالنار. ليه؟ لأنه لو كان الصواريخ كتيرة وحجم التدمير كبير، إسرائيل تصل إلى مرحلة الخطر الأقصى. الحرب دي أولا قامت برغبة من نتنياهو كما فعل أسلافه في الخمسينات في مصر، عندما يشعرون أن الدول هتستقر فبيشعلوا الحرايق، وأن هذه الحرب الحقيقة دخلتها أمريكا بكل عنطزة أمريكا. ولكن الموقف دلوقتي فأصبحت إيران أقوى رغم أن إيران بتنضرب. قاعد يسألني من المنتصر في الحرب حتى الآن. الصين هي المنتصرة في الحرب، مع أنها مو قاعد تشارك. اللي ينتصر فعلا اللي مو قاعد يشارك عشان ما يستنزف. إذا أمريكا خسرت زين حق الصين، لأن أمريكا طبعت وقاعدة تستنزف، كل مواردها قاعد تروح، كل اهتماماتها مركزة على الشرق الأوسط. الصين تاخذ راحتها مع تايوان. قلت لي كل مواردها عم تستنزف. إيه عم يشحدوا، هلا عم يشحدوا أمريكا، هلا قاعدين من مال الله يا محسنين، يعني قاعدين بالأرض وعم بيشحدوا، يعني عم بيشحدوا هن. في شيء اسمه احتياطي، في شيء اسمه احتياطي استراتيجي يستخدم بالحروب. عامر حسن قال أنه كخبير استراتيجي وعسكري يصدق إيران ولا يصدق أمريكا، يعني بين معكفين. يقول أن تصريحات ترامب كذاب ولا تنم عن حقيقة، ولكن تنم عن شخص يرتجف لأنه أغرق بلاده كرم لعيون. كمحلل سياسي وعسكري، والله أنت لا محلل لا سياسي ولا عسكري ولا بتفهم شيء يعني. يعني نحن شفنا بعيننا اللي عم يصير، شفنا نحن السحب اللي واصلة على السماء، شفنا الغيوم اللي على شكل مشروم، اللي على شكل الفضاء وهيك شيء، الانفجارات اللي واصلة للسماء يعني. فشلون يعني هن المحاصرين وليس المحاصرون؟ طبعا بعد ما صارت الهدنة، الناس اللي نزحوا بالضاحية اجوا بدهم يرجعوا، هن راجعين على الطريق طلع انه الهدنة لا تشمل لبنان. بعد ما صارت الهدنة، فواحد بيقول لك انه انتوا بسوريا ليش ما استقبلتوا اهل الجنوب؟ ليش ما استقبلنا اهل الجنوب؟ انا بقول لك ليش ما استقبلنا، مشان هي الاشكال. مرحبا. بخصوص موضوع انه نزحوا اللبنانية على سوريا، بتفوتوا على الكومنتات بتقروا انه دارت الايام. على شو دارت الايام ولاد على شو؟ طول ما الحزب بظهرنا نحن بحياتنا ما حنكون بحاجة لإلكن. قعدتوا 15 سنة بقلب بلدنا، اخذتوا اشغالنا، اخذتوا اشغال شبابنا، قاعدين بتشتغلوا بنص السعر واخدين كل شيء، شو بعد ناطرين يعني؟ وبتقعدوا بتنزلوا لي الايات الدين. ليش بالدين قال لك الله انه اقتل اخوك اول شيء التشفيره تبعك مو ظابطه، يا ريت لو تشفري الفيديو مظبوط، لانه مبين الكلمه مثل ما هي اللي عم تقوليها شويه يعني. اولا بس طبعا انت مصارعه معك يعني، اكيد يعني مو انت مفضوحه اصلا خلقها. ايه قعدوا عندكم 15 سنه واخذوا اشغالكم واشغال شبابكم. ايه انا حجاوبك ليش اجوا لعندكم. اجوا اخذوا اشغالكم، اشغال اولادكم، اشغال شبابكم. لانه الحزب تبعك اجى على سوريا وقتل الشعب السوري وذبح الشعب السوري. يا ريت لو انه انتم اجيتوا واخذتوا الوظائف مننا واخذتوا الوظائف من شبابنا. لا، انتم اجيتوا قتلتوا شبابنا واغتصبتوا نسائنا، وجاي تقولي شو جابكم على لبنان واستقبلناكم عنا. ونحن استقبلناكم بال 2006، بال 2006 نحن استقبلناكم. وبعد ما استقبلناكم بال 2006 اجيتوا بال 2012 وقتلتونا وذبحتونا واغتصبتوا نسائنا. دخلنا بشؤونكم الداخلية، وانتوا لهلا عم تتدخلوا بشؤوننا. الشام والقوبة النور اللي ايه الله يحيي اصلك والله. شغلتهم وعملتهم أهل السويدة، شغلتهم وعملتهم الدروز، ضبطكم عندها لما حمتكم 14 سنة من ظلم الأسد على أساس وروايتكم كلها كاذبة. ما كانت كافرة سويدة، كانوا عزوتي بني معروف، هلأ صاروا كفار. ما حقول مثلك على اهل السويدة يعني، لانه اهل السويدة في منهم ناس كتير شرفاء، في منهم ناس كتير اكابر، في منهم ناس كتير ساندوا الثورة. إيه
وأنت لا تمثليون يعني. أنت ما بتمثلي سويدة يعني. مين أنت تمثلي سويدة أساسا يعني؟ فيها شغلتهم وعملتهم أهل سويدة، شغلتهم وعملتهم الدروز. ضبطكم عندها لما حمتكم 14 سنة من ظلم الأسد على أساس وروايتكم كلها كاذبة. ما كانت كافرة سويدة، كانوا عزوتي بني معروف، هلأ صاروا كفار. مين؟ حميناكم 14 سنة، أنتوا حميتونا 14 سنة. هي أصلا يعني بالسويدة ما قاموا هن مظاهرات غير بآخر سنة، لأنه قالوا إنه مشان معلش خلينا نحن نشارك هلا بالأخير يعني، مشان إذا انتصرت الثورة نكون نحن شاركنا يعني، مشان نطالب بشغلات. وهلا بين ليش عملتوا هيك يعني. بين إنه أنتوا مشان لأنه بدكم فيدرالية، بدكم دولة. هذا رأي عينة من اللبنانية، وفي عينة تانية في هي العينة. شوفوا بيروت عم تحترق، شايفين بيروت عم تحترق. نحن لو كنا برات لبنان نحن قلبنا عم يحترق على بيروت، بس انتم للاسف لا، قاعدين بقصوركم ولادكم مرتاحين، ما بيأثر. قل تحترق بيروت وهم تبقى الكاسة. مش هيك يا فخامة الرئيس؟ يعني للصراحة شو بعد ممكن واحد يقول؟ شو ممكن بعد نحكي؟ أنا كمواطنة لبنانية منذ أكثر من 10 سنوات بتمنى إنه يكون رئيسي والقائد تبعي القائد البطل الشجاع الرجل أحمد الشرع. فكروا البنت اللي طلعت إنه فصلوها بالجامعة مدري شو، هل هي على أساس هي ما حكت شي وآدمية ومدري شو، هي طلعت شبيحة وبتشبه فيما مضى، وأنا ظلم وطلعوني من الجامعة ظلم. شوفوا فتاة الجامعية شلون صار. الشيع الحق يدرك هالقضية، أعلن هالهوية، روحي حيدرية. شايف إذا عم يتوجعوا أنا شو ما بدك لأعطيك. هي بتحداك إذا عم يتوجعوا، عم تضربهم بالإشاط يعني. شو ما عم يتوجعوا تمسحين يعني. بتحداك إذا عم يتوجعوا يعني، أكيد عم يتوجعوا يعني. إذا بصير لها شيء بتنكش بتوبر. شوفي أبو باسم القائد المغولي. زول ممكن تشوفيه إن طلعتوا ونزلتوا. خلاص عرفنا إنه عندك الكاميرا، الستاند اللي بيلحقك وين ما رحت لفوق. أبو باسم رقم 1. طلعتوا ولا نزلتوا. بس تقول لي إنه أنت نمبر 1 وعلى الفيس. أبو باسم يلي ساوى أول الأفكار وساوى. عم نضحك الناس بطريقة إعلامية ما فيها ولا خدش. فيها خدش للحياة ابنه، فيها خدش للإنسانية، بس ما فيها خدش للحياة، بس فيها خدش للإنسانية. هذا اسمه تنمر، هذا اسمه بسموه هذا اسمه هي إتجار بالبشر، هذا اسمه هذا. بنطلونين قياس كبير ب100,000 الواحد، وشين يعني هدول شبين مجموعة عروض بزلمتين. هاتي هاي يا عبد. استنونا بحمص بفندق دوني وبقتلهم. بحبوا العباسي وبنعزه كثير ورضانين. عم نعمله نحن مبسوطين ومرتاحين فيه بين بعض. معدي انا معناتها لك هدول مو الشغيلة تبعي، هدول اخواتي. لك اذا اخواتك هيك عم تعمل فيهم، لكن شو حتعمل بالشغيلة؟ هن رضيانين اخي، اذا القاضي راضي هن رضيانين بالضرب يعني، هن متمسحين يعني. مو مشكلة، هو بيضربنا مو مشكلة، احنا مبسوطين وهو عم يضربنا. نهاية الحلقة شكرا للناس اللي عم تتابعنا واللي آمنت فيني يعني قصدي. والناس اللي عم يشتركوا معي بالقناة، واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس. سلام، نشوفكم بالحلقة الجاية.